لأعلى جودة استخدمي أرز وايت سوان للطهي. هالوصفة الشهية لمحشي الخضروات هي طريقة رائعة لتقديم الخضروات، جربيها الليلة. لهالوصفة رح تحتاجي 3 كاسات مغسولين من أرز وايت سوان، والمقادير التالية. ابدي بتحضير الحشوة. خلطي رز وايت سوان مع اللحم، ضيفي البصل، نص كمية معجون الطماطم والسمنة، تبلي بالملح والفلفل واستخدمي إيديكي لتخلطيهم منيح. بعدين قلمي الخضروات لتتأكدي من إنها رح توقف منيح. اقطعي الجزء العلوي من الخضروات، احفري حفرة بالخضروات وتأكدي إنك ما توصلي للقاع. حطي الزوايد واللي قصيتيه بسفل الطنجرة. عبي الخضروات بحشوة الرز. انتبهي ما تعبي الخضروات أكتر من اللازم لأنه الرز بيكبر حجمه لما ينطبخ. صفي الخضروات المحشية بالطنجرة فوق اللب وقطع الخضار. للصلصة خلطي اللي بقي من معجون الطماطم مع عصير الليمون والثوم، ضيفي المي واتركيه ليغلي. تبلي حسب الرغبة. بعدين اسكبي كمية كافية من الصلصة على الخضروات لحتى تغمرن. ضيفي المي عند اللزوم وغطي الطنجرة واغليها لمدة 10 دقايق. بعدين وطي النار واتركيها تنطبخ على نار هادية من 15 ل 20 دقيقة إضافية لحتى يستوي الرز ويمتص السائل كلياً. طبق محشي الخضروات الشهي صار جاهز لتستمتعوا بلذته. مع وايت سوان مائدتك ألوان. للمزيد من الوصفات الشهية تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.